المفروض لما اجرب مكان وما يعجبنيش اقول لكم عليه، وده اللي انا هعمله في السلسله دي. بصوا يا جماعه، وانا بقلب على النت لقيت العرض ده، فتعالوا نشوفوا اللي في الصوره هو اللي بيطلع الحقيقه ولا لا. طول عمري بشوف عروض من المطاعم ولما بشتريها بتطلع حاجه تانية غير اللي في الصوره خالص، فقلت ليه لا وما اعملكوش سلسله اسمها على الطبيعه واجرب فيها بقى كل العروض اللي المطاعم عاملاها، وبالمره نشوف موضوع العروض ده هل المطاعم بتضحك علينا فيه وبتبقى الاكل خلاص هيبوظ فبتعمل عروض وبتطلعه، ولا بيبقى الاكل العادي. ده بقى اول مطعم وقع معانا في السناره، وهو ناشر الصوره دي وكاتب البوست ده: ادفع 70 جنيه انت وصاحبك وخد الوجبه دي كلها. هو حقيقي انت فعلا هتدفع 70 جنيه وتاخد الوجبه دي كلها، بس مش لوحدك. يعني انت هتدفع 70 جنيه وصاحبك هيدفع 70 جنيه، يعني الوجبه دي ب 140 جنيه. هي حركه لئيمه بس مش مهم قصاد ان الاكل يطلع حلو. ده بقى بيبقى حجم الفته، بتبقى الفته الوسط على الحجم فهي حلوه قوي. وتاني وجبه بقى وهي البروست، ودي بتبقى 3 قطع فراخ بروست مع شويه بطاطس كده ورغيف كايزر كده. انت عايز عيش بقول لك ايه العرض جامد قوي. شايف ازاي حاجه دي. قرب بقى وايه بقى. حسيت ما عايز ازيد. الفته طعمها حلو مش وحش، الرز اللي فيها مفرفر كده، يعني كل رزايه هتلاقيها لوحدها، دي حاجه حلوه وعجبتني. الفته دي بقى بتبقى عباره عن رز بسمتي وفوقيه بقى التوميه وفوقيهم بقى العيش المحمر، وبعد كده بقى الشاورما فراخ او الشاورما لحمه شبه ما تطلبها، بس العرض ده جاي معاه شاورما فراخ. التيست بتاعها كتوتال يعني طعمها حلو ومش وحش، بس المشكله ان هي التوميه فيها مش كتير، كانت التوميه فيها عايزه تزيد عشان تحس بالطعم اكتر. تاني وجبه بقى وهي البروست، وباين طبعا من احجام الفراخ ان هي احجام عملاقه، لكن انت بقى يا غالي شايف الاحجام العملاقه دي، شوف هتبقى عامله ازاي في اخر الفيديو، لان خليك فاكر انا قلت لك دي وجبه بروست مش ستريبس. جيبها دارس. انا عايزه تظبط شويه عشان مولعه. روح شكله على الفاضي. باشا اه شكله على الفاضي. ما فيهاش لحم. الأول استنى بس تبرد شوية. تبرد سخنة أوي. حبشة اليابانيين. تعويرة دي برضه، انت بتفكر التعويرة دي حاجة. يلا
جامد. من بره. وريني. بعدين بقى ايه؟ جرب البطاطس. ايوه. ده كله عض خلي بالك. ده جناح. ده كله عض. احلى حاجه في الاوردر ده. جامد أوي. مش بعيد. مش هنودينا ايه الشكل بس. بس شكله انا نفسي المكان ده بقى هو خاطر دمشقية، وانا جربت الفرع اللي في سبورتنج على البحر.